القرآن كله كام كلمة؟ 77,441 كلمة. ده معجم عشان نعرف منه الكلمات الأكثر شيوعا، لكن الشاهد إن قيمة وزن البقرة وزن كبير جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في محضر الصحابة، يقول: من أعجب الناس إيمانا. عشان كده السيدة عائشة لما كان الناس بدأوا يسألوها عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فجولها طلبة قالوا لها حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثتهم بحديث. تاني يوم جولها تاني حدثوا، ثالث يوم قالت لهم: لا انتوا جيتوا كتير، انتوا كل الاحاديث اللي انتوا بتحفظوها مني دي بتعملوا بيها؟ قالوا لها لا. فقالت لهم: ايه؟ فلما تكثرون من حجج الله عليكم؟ يعني هو انت اللي بتعمله ده مش مفيد. ليه مش مفيد؟ انت خدت حجه 2 3 4 5 6 وهتتسال 1 2 3 4 5 6 زي القران. الصحابه ما كانوش بيحفظوا القران زي ما احنا بنحفظه دلوقتي، اللي هو ايه، انت داخل على امتحانات وبالذات الشباب الازهره احسن ناس قبل الامتحان 3 شهور يقول لك انا مش حافظ دلوقتي، بس في يوم الامتحان هبقى حافظ، بعد الامتحان هرجع تاني مش حافظ. ليه؟ لان هو بيحفظ حفظ اللي هو ايه، خلاص كده حافظ، ضغطهم، دخل اللجنه او في الشفوي وسامع بيستمر ما يستمر. مش ده الحفظ المطلوب، وان كان حافظ للقران بمعنى ما، حافظ للحروف يعني، فاهم حاجه لا، اعراب لا، بيعمل بيه لا. الصحابه عشان كده انا برضه سيدنا عبد الله بن عمر وعبد الله وعمر نفسه عمر الخطاب اللي حفظ فيهم البقره، في روايه بتقول 8 سنين و12 سنه. ايه 12 سنه دي؟ البقره اي حد يقرص على نفسه شهر يحفظ البقره ممتاز، ممكن يعمل يعني يضغطها اكتر من كده ويحفظها اسرع. طب امال ليه عمر بن الخطاب اتاخر؟ لانه كان بيحفظ 5 وكل 5 بيعمل بيهم. فهو عامل اهل التفسير يعني يقولوا ان الفاتحه هي كل الكتاب، هي ام الكتاب، اصل الكتاب يعني، ففيها كل الكتاب. البقره وآل عمران شرح للفاتحه، فهم دول شرح الفاتحه فيهم كل حاجه. والمفصل اللي يجي بعد آل عمران لغايه اخر المصحف الشرح التفصيلي الدقيق للبقره وآل عمران. فعشان كده البقره وآل عمران تلاقي محتواهم ووزنهم عندنا في السيره والسنه والحديث حاجه عظيمه جدا، درجه النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مجتمعين معاه قوم. وفي الوفود في السيره، الوفود اللي هو وفد من العرب يسلم وكذا ويتعلموا الاسلام، فالنبي سالهم، معاهم صبي صغير 6 سنوات 7 سنوات، فحافظ ايه فقال له: انت حافظ ايه؟ قال له: انا حافظ البقره. قال له: تحفظ البقره؟ يعني نبي اكبر قال له ده هذا اميركم، وكان يؤمهم في الصلاه وهو صبي. تخيلوا طفل 6 سنوات 7 سنوات، الناس بشناب ودقون وبتاع، وده قاعد. حتى كانت مرت ستات مفيدين دايما في كل حاجه، مرت فلقيته ايه بيصلي بيهم، فهو لابس هدوم قصيره خالص، عيل صغير، فاول ما يسجد رجليه وكل حاجه خلاص بقي ما كانه مش لابس هدوم. فقالت ايه، طب مش تستروا امامكم الاول قبل ما تصلوا وراه؟ ومفيدين بقول لك في كل حاجه. فهم ايه، جمعوا فلوس من بعض واشتروا له توب. فهو كان بيقول ده واحب توب يعني ليه، لانه يعني اول حاجه جات لي سترت بيها نفسي وكده. لكن الشاهد ان قيمه وزن البقره وزن كبير جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في محضر الصحابه، يقول: من اعجب الناس ايمانا؟ مين احسن اكثر ناس ايمانهم غريب؟ فيقولون الملائكه. او هو الوصف كان جاء عام ان الناس ومخلوقات غير البني ادم يعني. فقالوا الملائكه الصحابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ الملك ده اصلا مش خارجي. فقالوا له: اذا نحن، او لا قالوا له: اذا الانبياء الاول. فقال: كيف لا يؤمنون وهم يوحى اليهم؟ قالوا له: اذا نحن. فقال: كيف لا تؤمنون وانا بين ظهرانيكم؟ يعني هو شايف النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: فمن يا رسول الله؟ يعني هو لا ما فيش لا ملائكه ولا انبياء ولا قال: قوم ياتون من بعد يجدون ايمانا مكتوبا في الكتب فيقرؤونه فيؤمنون به. ده صعب قوي. ليه صعب قوي؟ لأن أنا أحدثك عن شيء أنت لم تراه ولم ترى أحد يتمثله ولا يفعله، فدي القراءة الوحيدة المفيدة. يجدون إيمانا مكتوبا في الكتب فيقرؤونه فيعملون به، فإيه هو ده بس. فأنت المفروض تبقى الدايرة بتاعة القراءة مطلق القراءة ومطلق العلم. النبي صلى الله عليه وسلم عمل لك إيه؟ عمل لك دايرتين كده، قال لك لو اشتغلت بده واشتغلت بده كده أنت إيه؟ لو شيء يدل على الله عز وجل وكالقرآن وملحقات القرآن. يعني أنا عايز أتعلم القرآن، فعايز أتعلم القرآن فعايز أصح التجويد، يبقى تعلم التجويد إيه؟ سك. خلاص سك، مش تقعد فيه. يعني في واحد بيتعلم تجويد ويقعد في التجويد. طب والتفسير؟ ما كان سيدنا الحسن البصري يقول ايه، ولانه ادرك ده برضه. سيدنا الحسن كان يقول ايه؟ يقول: انزل القرآن ليعمل به، مش يتقري. انزل القرآن ليه؟ يعمل به. هو ده اصلا خطاب السماء. طب احنا عملنا ايه؟ فهو كده سيدنا الحسن البصري بيقول ايه؟ انزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا. فدي قراءه برضه مش مفيده. يقول لك يا عم انا بقرا قرآن يا عم، وكل حرف يا سيدي دي خطوة يعني خطوة عشان تاخد حسنات وانت بتقرا بعد القرايه كده. حلو قوي الحمد لله. فهي دي الفكره، ان هو مش الخطاب بس، خطاب احنا بنبقى عايزين القراءه اللي تنجي. واحد يقول لك يعني انا قاري القرآن مش هاخد ثواب؟ هتاخد ثواب. ولو انا مش فاهمه
يعني انت مش عايز تفهمه ومش عايز تعمل بيه ومش عايز امال انت عايز ايه؟ اخد شويه ثواب وامشي، يعني ثواب على ذنوب وربنا يسترها وان شاء الله هنعدي. هو هيعدي يعني. انا زمان كنت مش فاهم حديث خالص سيدنا معاذ بن جبل لغايه ما النموذج ده شفته مره واثنين ثلاثه، تصدق فعلا النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان ملتحم معاه سيدنا معاذ، مركبه معاه على البغله بتاعته، بعد كده قال له تعلم ما حق الله عز وجل على العباد يا معاذ؟ قال الله ورسوله اعلم، اعرف. فقال ان يعبدوه لا يشركون معه احد. خلاص ده حق الله على العباد، ان انت تعبد الله عز وجل ولا تشرك به احد. فقال تعلم ما حق العباد على الله يا معاذ؟ فقال الله ورسوله اعلم. قال ايه؟ يعني ان هم ان وحدوه يعني ولم يشركوا باحد ادخلهم الجنه، خلاص كده. فقال لي سيدنا معاذ ان الحديث ده ايه؟ يعني لا يحدث به عموم الناس في كل وقت. عشان كده الروايه يقولوا ايه؟ سيدنا معاذ حدث بالحديث ده امتى؟ في اخر حياتي تاثما، لا يكون كتم دي يعني. فواحد يقول لك ايه؟ طب ما تمشي يا اخي تقول للناس كلها كده، عشان الاخ اللي احنا كنا بنتكلم عنه من دقيقتين ده اللي هو ايه؟ يعني هنعدي هتعدي. اصل انا ما اقدرش اقول له يعني اكذب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لي وان زنى وان سرق يخرب بيه هتوه. يقول لك يعني ان زنى وان سرق وما عملش حسنات ورحمه ربنا واسعه، مش عايز يعمل حاجه خالص وعايز يعدي. المشكله ان انا ما اقدرش، حجر واسع، بس هو تحت المشيئه. العلماء يقول لك ايه؟ مش هينجو، يقول لك تحت المشيئه، ان شاء عذبه ان شاء غفر له. انا ما اقدرش اقفلها في وشه، لان ده من نوع التألي على الله. الله عز وجل ان شاء انجى ان شاء رحمه بلا سابقه عمل، ماشي. فهو ده القانون، قانون القراءه اللي هو اقرا باسم ربك. لو الوجهه دي مش مظبوطه، اولوياتك هتختل، اوزانها النوعيه هتختل، ميزانها في قلبك هيختل، ميزانها في السلوك بتاعك هيختل. فهي القراءه بتبقى بايه؟ بهذه النسبه لهذا الغرض. لو اختل يحصل خلل في الموضوع. يقول لك لا انا بقرا قران بس بأني حاجه، انا بقرا ايمان بأني حاجه، انا بقرا. عشان كده احنا دايما بنقول قراءه كتب علم الكلام واصول الفقه والنحو والكتب الفكريه والروايات احيانا بتقسي القلب. واحد يقول لك لا بس ما بعملش معاصي. ماده القلب الاساسيه اللي المفروض تزيد هذا الايمان او تقربه الله عز وجل انت قاطعها عنه. اكنك نبات كل يوم بترش عليه كولونيا، يقول لك الكولونيا ايه؟ ريحتها حلوه يا عم، هيقصف ويصفر ويبقى ليه؟ ماده حياه هذا النبات هي الماء المجرد. يقول لك طب احط عليه اسمه ايه ده؟ صابون سائل يا عم، هو ميه. يعني واحد يقول لك يعني اقرا قران كده وتفسير وشعب ايمان، ده كده حلو يعني، ما بقاش مثقف. هو ده اللي قد ينجي قلبك لو انت اجتهدت على قلبك. الباقي الثاني ممكن يفيدك او ما يفيدكش، بل الاغلب ان هو ايه؟ ضر. احنا بنقول قراءة القرآن نوعين: قراءة التعرض، ان انت تعرضي قلبك لهذا الكلام فقط، ده مفيد ونافع ان شاء الله. لكن هي القراءة الثانية اللي احنا عايزين، لان بما ان احنا بعدت المدة بيننا وبين العصر الاول، فانت مش فاهمه الكلام اصلا. فاحنا بنقول ايه؟ لو حد عايز يكتب حاجة معينة على فهم معاني القرآن، بس ايه المعاني اللغوية اللي انا هقوله ده لغوي، يعني في مرحلة بعده اللي هي التفسير. انا عايز افهم الفاظ القرآن الكريم. احنا بنقول القرآن كله، وده كويس السؤال ده يعني بحس وكانها تساعد على المادة الأساسية بتاعت القرآن كله كام كلمة؟ 77441 كلمة. القرآن كله كام جذر؟ يعني كام جذر بيشكل مادة القرآن كلها؟ ما يقترب من 1800 جذر، يعني ما وصلوش 1800، هم 1700 وكسور جذر. يعني احنا بنقول ايه لما اقول ايه؟ آمن ومؤمنون ومؤمنات وإيمانهم، دي كلمات. الجذر هو ايه؟ آمن بس. آمن الثلاث حروف دول، كتب الكاف والتاء والباب ده جذر، كتابهم وكاتبون وكاتبات، كل ده ايه؟ كلمات. الجذر ايه؟ كاف تاء باء. فانا لو عرفت الجذر، معنى الجذر كاف تاء باء، اقدر اجيب ايه؟ كل الكلمات. فانا محتاج اعرف 1800 جذر بس عشان افهم ال 77441 كلمه. طيب ال 1800 كتير. ال 100 جذر الاكثر شيوعا في القران، ال 100 جذر الاكثر شيوعا بيخلوك تفهم 67% من النص القراني. 100 بس. ال 100 جذر الاكثر شيوعا في القران بيخلوك تفهم 67% من النص. ال 200 جذر الاكثر شيوعا في القران بيخلوك تفهم 80% من النص القراني. فانت لو ادركت، لو انت مشيت عملت جدول كده، ال 100 الاكثر شيوعا، ال 200 الاكثر شيوعا، ال 500 الاكثر شيوعا، هتفاجئ ان انت ايه؟ مستوعب اكتر. هو طبعا العلاقه مش خطيه، يعني في احيانا هتزود كلمات كتير والعلاقه مش هتزيد قوي، لكن 95% من النص هيخلوك في ال 100 200 500 دول. فانت لو بدات بال100 وفهمت 67%، احنا لاقيين 67%. 67 ده حاجه عظيمه جدا، بس بانهي طريقه؟ انا عايز افهم المعنى المعجمي. يعني انا مثلا لو عرفت معنى جذر حيه اللي هو في منه حياه او الحياء وحيوان وحيه، فايه علاقه دول ببعض؟ واحد يقول لك لا دول كلمات منفصله. لا، احنا بنقول له الطريقه اللي احنا بنقولها دي هتخليك تفهم جذر واحد، اي ماده تعدي عليك تبقى عارف هي علاقتها بالجذر ايه. يعني هو اصلا العرب اي شيء متحرك مضطرب متحرك
تجيب فيه معنى الحياه. فلو مثلا شيء حي في مقابل الجماد، الجماد ده ثابت لا يضطرب ولا يتحرك. الشيء الحي اللي هو ايه؟ سواء نبات او حيوان بيتحرك، فيقول لك ده حي. الحيه لانه كثيره الحركه وسريعه الحركه فبسميها بنفس الاسم. طيب لما تقول لواحد التحيه، لما واحد يقول للتاني حياك الله، يقول لك ده القى عليه التحيه. يعني ايه تحيه؟ التحيه اللي هي ايه؟ ان تسال الله عز وجل له الحياه، فيقول لك حياك الله يعني ادام حياتك، فان انت لا تتوقف عن الحياه، تبقى جامد او ميت تبقى ايه؟ حي. فانت بالطريقه دي جذر فقط لو فهمت حي الثلاث حروف دول، شفت المعنى تقدر تفهم ايه. طيب افهم ازاي دول؟ بالترتيب كده. لو حد عايز يكتب في معجم اسمه معجم كلمات القرآن بتاع اسمه خضير، تلاقوه على الانترنت. ده معجم عشان نعرف منه الكلمات الاكثر شيوعا، هو جايب الكلمه وعدد ورودها في القرآن عشان ما تقعدش ايه، يعني انتوا هتكتبوا في ايه جوجل، هتقولوا له معجم كلمات القرآن خضير، هيطلع لكم الرابط PDF، نزلوه، هو جزئين، كل ماده وجنبها عدد الكلمات اللي جايه من الجذر ده في القرآن وبدون تكرار عددها كذا. طب عايز اعرف المعنى المحوري زي المعنى الاضطراب والحركه اللي انا قلته في حياه، ده المعجم الاشتقاقي لالفاظ القرآن الكريم، المعجم الاشتقاقي لالفاظ القرآن الكريم للعلامه محمد حسن جابر رحمه الله، 4 مجلدات، طبعه الآداب، موجود PDF. ده ايه؟ بتروحوا للماده يقول لك المعنى المحوري لهذا المعنى هو الاضطراب والحركه. حيه يعني كذا، حياء يعني كذا، تحياتهم يعني كذا، لكن المعنى المحوري كذا. اسمه المعجم الاشتقاقي لالفاظ القرآن الكريم، ليه العلامه محمد حسن جابر رحمه الله، الشيخ الازهري اللغوي. واحد انا مش عايز اقرا ده كله، ما احنا دايما بنقول احنا ليه بنحيل على الكتاب؟ الكتاب موجود، انا عايز اعرف ماده حيه، اروح اجيبها منين؟ اروح ادور جواه بس هلاقيها صفحتين اقراهم، وهكذا. ال100 الاكثر شيوعا هعرف منين ان دول ال100 الاكثر شيوعا؟ انا طبعا متاسف وانا بقول كده، متاسف جدا وانا بقول كده. هتروحوا على حاجه اسمها قرآن كوربس على جوجل، قرآن كوربس، عاملاه جامعه ليدز في بريطانيا، هم غير مسلمين بالطبع، طبعا اشتغل معاهم مسلمين يعني في الفريق البحثي، لكن للاسف هي اللي عاملاه. قرآن كوربس او اللي هو الذخيره اللغويه للقرآن الكريم او المكنز القرآني، قرآن كوربس، قرآن كوربس، كوربس CORPUS، كوربس، خلاص اسمه مكنز او ذخيره. قرآن كوربس تقول له انا عايز ال10 حروف الاكثر شيوعا في القرآن، يجيبهم لك. عايز الاكثر افعال الاكثر شيوع الافعال، عايز الكلمات الاكثر شيوعا، عايز الجذور الاكثر شيوعا في القرآن، يجيبها لك. خلاص، بس للاسف عاملاه ايه؟ جامعه ليدز في بريطانيا.